السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بقى نجهز للأنكشاير والبيتيفور والغريبة والبسكوت والكحك وكل ما لذ وطاب من معجنات العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل البسكوت النشادر بالبرتقال. لو مش حابة تعمليه بالبرتقال براحتك، ممكن تعمليه وتزودي فانيليا. طبعا كوباية شاي رايحة، كوباية شاي بلبن جاية. هنعمل النهاردة البسكوت بطريقة بيتي هشة وجميلة ولذيذة ومفرغ من جوه ومش كابس كده، ومش زي اللي بتشتريه جاهز بيبقى وزن كتير والبسكوتة بتبقى تقيلة. ده بصي هكسرلك كمان البسكوتة تشوفيها من جوه شكلها عامل ازاي، ما شاء الله تبارك الرحمن. والمفروض ان البسكوت هو اول وفي الاخر اسمه بسكوت، ما بيبقاش نافش قوي، فمش هنزود بيكنج باودر ولا نشادر. تمام. بصوا شكله ما شاء الله تبارك الرحمن وماسك نفسه. اهم حاجة في تخزين البسكوت ان انتي لازم تحفظيه يا اما في حاجة بلاستيك، يا اما تجيبي، انا جبت علبة البلح دي وغلفتها بكيس نايلون علشان خاطر لو حطيتيه مباشرة جوه الكرتونة، فالكرتونة هتشرب كل الخير اللي فيه من السمنة من سوائل، وهينشف معاكي ومش هيبقى له طعم خالص. عمل كمية ما شاء الله تبارك الرحمن رهيبة جدا. إيه، بصوا يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونبدأ الفيديو بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تدخلي بقى على ولادك الفرحة والبهجة والسرور. انا معايا 4 بيضات، كل حاجة في الخلاط. هاتي بقى كده شفشة في الخلاط. حطيت 4 بيضات، بصوا زي ما انتوا شايفين كده من البيض الكبير، وكوباية ونص من السمنة السايحة، وحبيت ان هي يكون لونها اصفر علشان خاطر تعزز اللون بتاع البسكوت، وكوباية ونص من السكر زي ما انتوا شايفين كده كله في الخلاط. وهجيب نص كوباية من اللبن وهحط عليها معلقة ممسوحة من النشادر، معلقة كبيرة بس ممسوحة مش كتير قوي علشان ما ينفش معانا. وهقلبها كويس جدا برضو، وهحطها في الخلاط مع السوائل علشان تتضرب معاهم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وعندي ربع برتقانة انا قطعتها كويس علشان تتضرب في الخلاط. وهنا دي فانيليا برتقان علشان انا بحب طعم البرتقال، اي حاجة فيها بيض انا بحط الحاجات اللي هي زي كده، ودي فانيليا عادية بس كده. وضربت كل الحاجة بتاعتي في الخلاط زي ما انتوا شايفين. نيجي بقى ضربته ضرب كويس جدا علشان القشر بتاع البرتقان يدوب كده ويبقى كويس، كذا ضربة كده. وكمان الضرب في الخلاط بيدخله هوا، ولا هنستعمل ميكسر ولا هنستعمل عجان يعني، ولا هنستعمل مضرب ولا اي حاجة. ده اسانس برتقان، لو حابة تزودي نكهة البرتقان من عند اي عطار. نيجي بقى للمواد الجافة. معايا كيلو من الدقيق، طبعا هنزلهم من مصفى او من غربال بحيث ان هم يدخل لهم الهوا كده. ومعايا ربع كوباية من النشا، ربع كوباية بس كفاية علشان ما ينشفش يعني. وهنا معلقة صغيرة بيكنج باودر تساعد بس النشادر، مش كتير علشان ما يتنفخش معايا قوي، انا مش حابه ان هو يتنفخ قوي. هنزل بقى بالسوائل على الدقيق اللي انا مغربلاه، وهلم العجينة، مش هعجنها لا هلمها بس. هفضل كده احاول فيها بالراحة كده واسيسها مسايسة. طبعا مش هحط الدقيق كله علشان خاطر في بعض انواع من الدقيق ما بتحبش يعني بتبقى ناشفة او ما او بتاخد سوائل كتير. هعمل كده بايدي كده لغاية ما تتلم معايا. وبعدين مش بعجن اهو، انا بلم. طبعا هعمل للعجينة اختبار، هشوفها ان هي مش مشققة ومش ناشفة معايا وتبقى ملس كده، يبقى العجينة زي الفل وتمام. لو وطبعا هعمل لها اختبار كده. بصوا همسكها
بايدي كده. بصوا هي ناعمه معايا وجميله وما فيهاش اي حاجه، ولا مشققه ولا اي حاجه. هسيب العجينة ترتاح حوالي ساعة. هي ترتاح، احنا مش هنرتاح، احنا بقى هنشوف المواعين بتاعة المطبخ، ونجهز اي حاجة في ايدينا كده، ونجهز المكنة بتاعتنا والامواس. ده بسكوت مكنة علشان جامد شوية. ان شاء الله هنبقى نعمل البسكوت اللي هو يبقى طري شوية، علشان خاطر ينزل من الكيس الحلواني لو انتوا حابين. هعملها كور كده، كل بلد بتسمي الكور دي حاجة في بلدها، يا ترى انتوا بتسموها ايه؟ وهغطيها حوالي عبال ما اجيب الصواني بتاعتي. آه، زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هعمل اختبار للبسكوت، هسوي برضو حوالي 4 5 كده، اشوفه ان كان هيفرش معايا، محتاج دقيق، ناشف، محتاج سمنة، ازود له سمنة، كده يعني. ماشي. بصوا هي ماسكة نفسها، بس انا هسويها وهوريكم الاول اللي هم الكام صباع دول هيبقوا عاملين ازاي. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، العجينة بتاعتي محتاجتش اي حاجة، وحاجة كده، وقطعت كمية كبيرة جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده اهو. طبعا بقى منساش نفسي اول ما طلع كده كوباية شاي، علشان ادوق البسكوت بالشاي ده بيبقى شكله ايه. شكله ازاي. بصوا التسوية بتاعته بيتسوى على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني. وبعدين بولع له الشواية في الاخر كده حوالي دقيقة او دقيقتين بس، يا دوبك ياخد اللون المستكي كده اللي هو الحلو ده. وخلاص على كده، ما بيستحملش سوى كتير في النار، من حوالي 10 دقايق تقريبا مش اكتر يعني، على نار متوسطة. انا طبعا براقبه، مش هسيبه لان هو خفيف، ممكن يتحرق مني في اي حاجة. شايفين الكمية اللي قطعها البسكوت قد ايه كتيرة، ما شاء الله تبارك الرحمن. هي هنا طبعا كوباية الشاي بقى، كوباية شاي رايحة، كوباية شاي ولبن جاية. يعني متهيألي بعد ما بنعمل البسكوت ده مش بيكمل حاجة. حابة تعملي 2 كيلو او 3 كيلو تزودي الكمية. ان شاء الله هعمل لكم برضو كمية كبيرة، بس دي حاجة بسيطة ولذيذة وتدخل على بيتنا الفرحة، ومش مكلفة خالص. بصوا تبارك الرحمن، اهم حاجة ان انتي ما تحطيهوش في الكرتونة على طول، لازم تغلفي الكرتونة ببلاستيك زي ما انتوا شايفين كده. وكل سنة وحضراتكم طيبين، وافتكروني بدعوة حلوة واللايك والشير في الخير، واهم حاجة تدعولي بصلاح الحال زي ما انا بدعيلكم دايما. ربنا يصلح حالكم يا رب، حق الايام المفترجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احلى بسكوت العيد، وانتظرونا في الوصفات القادمة ان شاء الله.